يعني ايه مذبحة؟ يعني أبشع جريمة ممكن تحصل في تاريخ البشرية. لما قوة مسلحة تقتل عدد كبير من المدنيين السلميين، هي دي ببساطة المذبحة. من مذابح كتير في التاريخ، مذابح كانت أرقام ضحاياها بالعشرات أو بالمئات أو الآلاف. المذابح منتشرة في كل مكان في العالم، وكل ما زادت قوة الظلم وغاب العدل في مكان، ظهرت المذابح فيه. فلسطين أكتر مكان بيعاني في العالم باستمرار. قامت عشرات المذابح على إيد الصهاينة، واللي منها دير ياسين 1948 أكتر من 250 شهيد، وقانا 1996 106 شهيد، وغيرها كتير. ده غير المذابح اليومية في سوريا على إيد قوات بشار الأسد. أما في مصر فالمذبحة اللي بيتضرب بيها دايما المثل كانت سنة 1811، مذبحة القلعة، اللي راح ضحيتها 1000 مملوك على إيد محمد علي باشا في صراعه على السلطة. وعشان ما نروحش بعيد في التاريخ، لو بصينا لآخر 3 سنين في تاريخ مصر هنلاقي التالي: أحداث ثورة 25 يناير 2011 أكتر من 800 شهيد، ده غير آلاف الجرحى في 18 يوم. فترة حكم المجلس العسكري من 11 فبراير 2011 ل 30 يونيو 2012 أكتر من 200 شهيد غير آلاف الجرحى. أما أحداث انقلاب 3 يوليو 2013 فضحاياها وصلوا حتى الآن لأكثر من 500 شهيد، ده غير 7500 جريح، كتير منهم بيتحولوا لشهداء كل يوم، وكل ده في أقل من شهر واحد. وكل المؤشرات والأحداث بترجح زيادة الأعداد. في 2011 كان الضحايا على مستوى مصر كلها. في فترة حكم المجلس العسكري سقط الضحايا على مدار 1.5 سنة، وفي الانقلاب في 2013 الضحايا سقطوا في يومين، وأغلبهم في مكانين: يوم 8 يوليو 2013 عند دار الحرس الجمهوري، ويوم 27 يوليو عند النصب التذكاري. ده غير مذابح تانية كتير: جامع القائد إبراهيم، اسكندرية، المنصورة، الشرقية، رمسيس، النهضة، دمياط. لو بتحب تقرا الأرقام، يبقى الأرقام بتقولك إننا بعد الانقلاب بنعيش واحدة من أبشع مراحل القمع والوحشية في تاريخ مصر والعالم. ولو بتحب تقرا التاريخ، فالتاريخ بيقول إن النظام اللي بيرتكب مذبحة لا يمكن تستنى منه عدل، وإن أي مذبحة مش بتبقى النهاية، دي مجرد البداية. الشهداء دول قدموا أرواحهم علشاني وعلشانك وعلشان مستقبل بلدنا. اقرا التاريخ والأرقام، وفي النهاية خد قرار: يا تكسر الانقلاب يا تستنى دول.